هذا الشخص نحكموا ليه الراس تاعو لانه بدا يتخبط هو، نحكموا ليه الراس تاعو ما نخليش يخبط، اما الاعضاء الاخرى خليه. من بعد ما تكمل له النوبه العصبيه هذيك غادي يكون فاقد الوعي. هذا الفقدان تاع الوعي تاعو واش يطلب علينا ندير بيالات. كاين بعض الحالات نديرو قطعه قماش نديروها ليه هنا مشوار ولا حاجه نديروها ليه هنا، حاجه يدخل صباع، يدخل صباعك ممكن يقطع، خصوصا في النوبه الكهربائيه هذه. علاش نديرو له هنا؟ باش هو كي يعض يكرس عليها اللسان يمنع، حتى لو كان خارج اللسان ما يبلعش. شوفوا هذه هي كي يكمل النوبه نتاعو ندير له بيالات. كاينه واحد الوضعيه نفسيه من باب التجربه ندخلوها في البرنامج المعالجه النفسيه، من باب الحاله النفسيه نتاعو من الاحسن ما تعاودوش ليه شجره، لانه هو يحس روحه اللي كان في حاله وكذا هو يمشي لواقع ثاني يعاود يقول. حنا نحاولوا تهدوه نفسيا. كاين البعض اللي حاشاك يمشي من خلاوته، كاين كل واحد، لكن كاين اللي خارج الزبون من فمه نحاولوا نهدوه، وكي يفطر نحاول ما تعاودوش ليه شجره. يعطيني يشد حاجه حديد في يديه هذيك باش يشد مفتاح وكذا، هذيك ما كان حتى منها عادات اخرى. واضح؟ المده نتاع الصراحه شحال؟ المده ما تدخلش لكن هو ممكن يبقى فاقد الوعي. كاينه حاجه اخرى بالنسبه للتشنج العضلي، لاكرومب انا كنت حاسبها فيها مشكله في الكهرباء وكذا، لكن كان معايا طبيب في الفورماسيون قال لك الاشكال اللي جاء لها الاكسجين، نقص الاكسجين في العضله. نعطيك لا معلومات كي تعاد تحكموا لاكرومب واش يدير؟ يحاول انه ما يتقلقش عليه واش، لان التقليقه صعيبه. ثاني حاجه يحاول انه يتنفس مليح، يجبد الهواء ويخرج، يجبد ويخرج، لانه نقص الاكسجين. انت واش دير؟ حاول انك تنفس بعمق باش الاكسجين يلحق العضله هذيك، هي العضله يتعبت من الوقاف، تعبت من المشيه، لاكرومب اللي تحكم من التعب ولا من كبار السن، لانه العضله تضخم ما توليش كما كانت قبل. كي ينقص لها الاكسجين يشد الشد العضلي تقلص تبقى واقفه. ما تحاولش تزير باش تفتحها لانه ممكن تطرطق الاوتار العضليه، وحاول انك تنفس بعمق وتركز مليح مع وتخليها حتى تنتقل، ما عندهاش حل اخر. حتى هكا مسعف يكون واحد هذاك حاول تهديه وتعطيه اعاز باش يقوم بالتنفس. هذا نحكي لك بالتجربه ماشي سواء في انا ولا في غيري. زيد لاكروب هذه تجيبها وتجيب عود وتجيب كذا، داك الشيء كان انا قلت لك انا ما بغيتش نحكي لك. هذه كلها عادات لا علاقه لها، انا قلت لك عندها علاقه بالاكسجين، نقص الاكسجين. واش هو اللي يدخل الاكسجين؟ هو التنفس. ما يقول لك دير عصا هكاك صباعك وزقر عليه ولا قصها ولا عضها، كاع على بالي بهذا الامور. لكن انا نعطيك الصح، اعطيه اعاز يتنفس مليح وخليه انه الوضعيه تاعو تبقى هكا ما يتحركش، لانه صار يشد عضله. زيد قضيه لوطونسيو كما قال زميلي المسبق. لوطونسيو كمعلومات من المفروض الحمد لله ولا عندنا كل شيء متوفر. اي حاجه في مجال الطب ولا في مجال الاسعاف ادخل اليوتيوب وقرا، تشكون طالعه وتشكون هابطه، طالعه واش يجي لها وهابطه واش يجي لها. هذه معلومات بسيطه يعني من الاحسن تكون واحد عنده. كما هذا زيد تسمم كاين بعض الحالات مثلا العقائد الاسعافات الاوليه نتاعها اللي قيلها كان يقول لك دير لها غسلها بالصابون، صابون الطرف باش تنقص الانفجار. ومن الاحسن في هذه الحاله هو يكون واعي الطحن ويجبر المستشفى، لانه كاين مصل خاص يدور التسمم العقاري. كاين بعض الرياضات وكاين بعض الاشارات. الشاطه هذيك بالنسبه للدغه العقاري مش عضه العقاري، الافعى. كاين اللدغه وكاين العضه. عضه الافعى هي اللي اصعب، شفتوا هذه اللي ما تعرفوا تسمعوا ولات كاينه الافعى في البلايص تاع لا ما تدخل لا تدخل
هو حلها صعيب يعني صعيب لانه يتطلب يشرطوا في السبيطار يفتحوا العضله على طول باش تخرج هذاك الصفر ويديروا له المصل. هذا الشرط مختلف. ها؟ لا الشرط ولا مختلف هذه تعرف جاب الشرط صح شكون يشرط؟ واحد يلعب ايش قال بعدين يقول الشرط يشرط العضله على العرض يقطعها والعضلات تشرط على الطول باش من بعد تلتاح. كان اللي يقول لك اضبط باش ما يطلعش السم. ما هو طالع زيد. ها؟ الحاجة السامة هذه كي ياكلها كما انت يشرب واحد لاصيد ولا حاجة سامة ومن الأحسن قلنا ما نمنعوش نتقيو وما نعطوش الماء. وحاجة ثانية نحاولوا أن ناخذوا الشيء اللي تسمم به. إذا كان مثلا كلاب دواسر نهزوه معنا، إذا كان شرب حاجة نهزوها معنا للعينة وندوه من السبيطار مباشرة. لأنه هذه الحالة يكون واعي. علاه ندو معنا هذه المواد باش هما ولا الكينا باش يعرفوا واش هو المواد اللي كلاها. لأنه أي مادة عندها مضاد لها. متفاعلات. واضح. لكن مسعفين هو عملنا محدود ماهوش ممكن نتجاوز معلومات الطب يعني الصحيه ولا الطبيه ولكن من باب المعرفه من باب زين. واحد كان حموه دخل عظم صغير في صليب. هذيك خاصك تعاود معنا. ما بقيتش.